هنتكلم مع بعض عن واحدة من أهم الاستراتيجيات اللي الناس بتنجذب ليها وبتفكر فيها وبتدور عليها لأنها بتعتبرها واحدة من أسهل الاستراتيجيات، وهي الفليبنج أو الشراء وإعادة البيع، وإننا نبيع بسعر أعلى من السعر اللي احنا اشترينا بيه علشان نحقق فرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع، وساعتها ده بيكون مكسب البيعة او مكسب الصفقة اللي احنا عملناها. ولكن خليني اقول لك ان الموضوع مش مجرد بيع وشراء، ده فهم وتحليل حقيقي للسوق علشان تقدر تعمل الموضوع ده. الموضوع مش بالسهولة اللي الناس بتكلمك ترشح لك ليك الفكرة وتقول لك اشتري وهبيع لك بعد 3 شهور بأوفر. الموضوع ده ما بيبقاش بيحصل، لان انت لو فهمت الموضوع ده من البداية تقدر تحقق منه مشروع ودخل كبير، وفي نفس الوقت لو دخلت وانت مش فاهم ممكن تحقق منه خسارة كبيرة وسريعة في نفس الوقت. والسؤال دلوقتي هو يعني ايه فليبنج؟ ببساطة هو ان احنا نشتري عقار بسعر منخفض عن سعر السوق نسبيا، ممكن يكون لأي سبب ان المالك محتاج يبيع بسرعة، محتاج سيولة فبيعرض بسعر اقل من السوق. في نفس الوقت ده بنعدله او بنجدده او حتى ممكن نحتفظ بيه زي ما هو، وبعدين بعيد بيعه تاني بسعر اعلى اللي هو سعر السوق. والفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع هو ده المكسب من الصفقة. والهدف هنا هو تحقيق مكسب سريع بدون ما احتفظ بالعقار فترة طويلة، او بدون ما اجره، او بدون ما ادخل في تفاصيل كتير. لكن الحقيقة ان الموضوع اعمق من كده في تفاصيله، لانه بيحتاج مهارات هنتكلم عليها دلوقتي، وبيحتاج فهم للسوق احنا اتكلمنا عليه في الاجزاء اللي قبل كده. طيب السؤال دلوقتي هو ليه الناس بتحب النوع ده من الاستثمار العقاري؟ ببساطة يا صديقي لانه بيديك نوع من الاحساس بالانجاز السريع، لانه ممكن يعمل قفزة في راس المال كبيرة في وقت قليل، وبيخليك دايما نشيط ومتابع السوق، فبتحس ان انت بتعمل حاجة مهمة. لكن الحقيقة اللي أنا عايز أوضحها لك وحابب أكون صريح معاك فيها إن الفليبنج مش مناسب لكل الناس. وعايزك تسأل نفسك دلوقتي سؤال: هل أنت من النوع اللي بيحب يشتغل بإيده ويشغل دماغه، ولا لا هل انا عندي استعداد اخاطر اكتر شويه في المقابل ممكن اكسب اكبر شويه، ولا لا هل انا اصلا عندي وقت اتابع واعرض للبيع تاني ولا لا؟ لان كل دي اسئله بتساعدك هل النوع ده من الاستثمار مناسب ليك ولا لا. طيب ودلوقتي خلينا نتكلم في انواع الفليبنج اللي موجوده في السوق العقاري المصري. اولا فليبنج التجديد، ان انت تاخد عقار قديم حالته ما تكونش افضل حاجه، تعمل ليها تجديدات، سواء بقى تجديدات اساسيه او تجديد في الديكور، وبعدين تعيد بيعها بسعر اعلى. او انك تشتري عقار بهدف التشطيب، تشتري عقار على الطوب او نص تشطيب، اشطبه تشطيب مناسب للمنطقه اللي هو موجود فيها، واعمل اعاده للبيع وبطلع هامش ربح زي ما احنا اتكلمنا عليه. طيب كمان عندنا نوع اسمه فليبنج المضاربه، ان انا بشتري وحده باقل من سعر السوق زي ما قلنا، ممكن يكون المالك محتاج سيوله، وبرجع اعيد بيعها تاني بالسعر المتعارف عليه في السوق، ومن هنا بحقق فرق سعر بدون تعديلات، بدون تفاصيل، بدون وقت كبير كمان. وكمان عندنا الفليبنج في المشاريع الاوف بلان، وهي ان يشتري وحده في وقت الطرح وبعدين اصبر عليها فتره مع ارتفاع اسعار السوق، بعدين ببيعها مع استلامها، فاقدر ان انا احقق منها ربح كبير. اللي بيحصل ان بعض الناس بيجي لها مكالمات من ناس ما عندهاش خبره كبيره في السوق، يقول له اشتري دلوقتي وخلال 3 شهور تقدر تبيع باوفر ومكسب. الموضوع ده حتى ولو حصل في بعض الاوقات هو مش مظبوط. العقار بيحتاج وقت عشان تقدر تعمل اعاده بيع بشكل سليم. طيب لو انا دلوقتي عايز ادخل لعبه الفليبنج بس بشكل مظبوط، اقدر اعمل ايه؟ اولا خلينا نقول المكونات الاساسيه للجيم بتاعه الفليبنج وازاي الموضوع بيمشي. اول حاجه هي ان انت تلاقي العقار المناسب، لان مش اي عقار يصلح للفليبنج. دور على الوحدات اللي عليها طلب عالي، وعقارات محتاجه شغل مثلا ولكن موقعها نفسه مميز، او وحدات سعرها اقل من سعر متوسط السوق، فاقدر ان انا اعمل
فليبنج بسهولة. تاني حاجة ابص على التوقيت المناسب، لان اهم من السعر امتى تشتري وامتى تبيع. اشتري لما السوق يكون هادي، وبيع لما السوق يكون نشط او في موسم بيع وفي طلب عالي. كمان حاجة لازم تخلي بالك منها وهي الميزانية بشكل دقيق، لان انت لازم تحسب تكلفة الشراء، هل في اقساط، هل في مصاريف، هل في اي حاجة، لان في ناس بتدخل الاستثمار العقاري بغرض الفليبنج وما بيبقاش معاها ميزانية تكفي لحد ما يقدر يعمل خروج من العقار ده بسهولة. كمان في النوع ده من الاستثمار بتحتاج فريق عمل. لو بتشتري بهدف التشطيب او التجديد، في فريق العمل بتاعك مكون من مقاولين ومهندسين، ناس هتساعدك على الخطوة اللي انت بتعملها. لو بتشتري اوف بلان، فانت محتاج مستشار عقاري فاهم ودارس السوق يقدر يساعدك على ان انت تاخد الخطوة دي بشكل فعلي، ويقول لك امتى هتشتري وامتى تقدر تخرج من العقار ده، وهتحتاج وقت قد ايه ما بين وقت الشراء ووقت البيع. وده لان تنفيذ عملية الفليبنج بيحتاج خطوات. وهنقول ان احنا اتكلمنا على الميزانية، وبعدين البحث واختيار العقار، بعدين مذاكرة العقار وفحصه من كل الجوانب، هل هو مناسب للهدف بتاعي ولا لأ، وبعدين ان انا اشتري العقار، وبعدين بستنى الفترة اللي انا محتاج استناها، او هجدده او هعيد تشطيبه على حسب انا هعمل ايه بالظبط وهدفي من البداية. وبعد كده تسويقه بشكل بروفيشنال، سواء بقى على منصات البيع او من خلال مسوقين. بعدين في النهاية ببيع وبحقق هامش الربح بتاعي. فالرحلة بتحتاج حد مرتب الخطوات بتاعته من البداية علشان يقدر يوصل للهدف بتاعه في النهاية. وخلينا نتكلم مع بعض في مثال تخيلي علشان توصل لنا الفكرة. عندنا مثلا شقة مساحتها 100 متر، اشتريناها في منطقة جديدة ب1,000,000 جنيه. انا عارف ان الاسعار دي مش موجودة، ولكن احنا بس بناخد مجرد مثال. تكلفة التشطيب وقفت عليا ب200,000 جنيه، وعندي مصاريف قانونية وتسويق كلفتني 50,000 جنيه، فانا العقار وقف عليا ب1,250,000. وبعد التجديد السوق بيسمح ببيع نفس العقار ده ب1,500,000. فإذا المكسب بتاعي هنا هو 250,000 جنيه، اللي هم بيمثلوا تقريبا 20%. لو قدرت أعمل العملية دي خلال 3 شهور أو 4 شهور، يبقى أنا كسبت 20% في 3 أو 4 شهور. وارد إن السوق يتأخر شوية، أو البيع يتعطل شوية، أو التشطيب ياخد مني وقت شوية، فلازم يكون عندي مرونة لكل التفاصيل اللي ممكن تحصل وانا في الرحلة بتاعتي. طيب وايه المخاطر اللي ممكن تعدي عليا في حاجة زي دي؟ خليني اقول لك ان اخطر حاجة ممكن تمر بيها هي ان انت تختار اختيار غلط من البداية. والحاجة اللي بعد كده ان مثلا لو بتجدد التجديد نفسه ياخد منك وقت اطول، او ان السوق يهدى فجأة في الوقت اللي انت عايز تبيع فيه، وان البيع ياخد وقت شوية. دي من اكبر المخاطر اللي ممكن تمر بيها. وطبعا لو بتشتري تحت الانشاء وانت عامل حسابك ان انا هبيع بعد سنة، ان انا احتاج ان انا اطول سنة كمان، فما يكونش معاك الميزانية الكفاية اللي تقدر من خلالها تعمل ده. فالحل دايما هو ان انا يكون عندي خطة بديلة، واخلي معايا هامش من الكاش يكون نسبة امان موجودة ليا، علشان اقدر اكمل في العقار فترة اطول، فاقدر احقق مكاسب اكبر. لان لو انا اختياري كويس والسوق حصل فيه هدوء نسبي وصبرت شوية، وارد في المستقبل اكسب اكتر. طيب والسؤال دلوقتي، هل الفليبنج في مصر يعتبر فرصة ولا مخاطرة؟ وخليني اقول لك ان سوق العقارات في مصر في الوقت الحالي في مناطق سعرها قابل للزيادة بشكل كبير، فتقدر تستغل الفرص دي لصالحك. وكمان في وحدات كتير محتاجة تجديد او محتاجة تشطيب، لان في ناس كتير بتهتم انها تشتري العقار جاهز للسكن، في حين ان معظم المطورين بيبيعوا العقار بدون تشطيب او نص تشطيب. الطلب موجود فعلا، ولكن في مناطق معينة. فلو انت دارس المنطقة اللي انت داخلها هتقدر تحقق مكسب كبير. التحديات اللي ممكن تقابلك ان انت ممكن تحسب الموضوع غلط من البداية ما بين وقت الشراء ووقت البيع، او التضخم وتكاليف التشطيب، ان انت
حاطط ميزانية معينة للتشطيب ولكن تحتاج ميزانية أكبر شوية، وكمان إن التغيرات في السوق سريعة جدا، وفي نفس الوقت ما بيبقاش عندنا المعلومات الكفاية اللي تخليك تاخد الخطوة لو ما درستش الموضوع صح. النصيحة اللي أنا عايز أقولها لك، ما تدخلش الفليبنج أو ما تدخلش النوع ده من الاستثمار لو ده أول استثمار موجود ليك، إلا لو معاك حد يساعدك او داخل بمبلغ انت قادر على ان انت تغامر بيه. لان لو ده اول استثمار ليك فانا بنصحك تدور على استثمار فيه نوع من الاستقرار بشكل نسبي علشان تقدر تكمل فيه وتحقق فيه نتائج ممكن ما تبقاش عالية قوي، ولكن مع الوقت تقدر تكبر استثمارك. الخلاصة، الفليبنج مش استثمار سلبي، الفليبنج هو مشروع متكامل ولكن قصير الأجل، ومحتاج منك مهارة وفهم وسرعة تصرف وحسن إدراك للسوق بشكل عام، لأن في مصر الفليبنج ممكن يكون وسيلة لزيادة رأس المال وبرضه ممكن يخسرك كتير. فأنت لو ناوي تدخل عالم الفليبنج حاول تمشي بخطوات واضحة زي ما احنا اتكلمنا فيها، وتكون عندك خريطة تقدر تبدأ بيها صغير وتكبر مع الوقت. واشوفك في الفايل الجاي. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني، وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، واني اشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الادوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير ان هم يحققوا اهدافهم العقارية. فاهم نصيحة ممكن اقولها لك دلوقتي هي ان المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وانك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي اهم حاجة دلوقتي. وده لان الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وازاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين او حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. واخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج ان هو يسمعها، وخليك عارف ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. انا اسمي احمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك افضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.